نقطة في المحيط الأطلسي على شكل مثلث بتسحب اللي بيقرب منها، واتقال إن المثلث ده بؤرة للشياطين، ومفيش حد بيمر من المنطقة دي وبيطلع منها لأنه بيموت. ده مش بيموت بس، لأ ده بيختفي تماما، ولا بيكون ليه أي أثر أو أي حاجة بتدل على إنه مات في المكان ده أصلا. رحبوا معايا بمثلث برمودا. خلونا في البداية نعرف ايه هو مثلث برمودا، او زي ما بيطلق عليه مثلث الشيطان، ونعرف كمان ايه موقعه بالتحديد. هو منطقة جغرافية على شكل مثلث متساوي الاضلاع، طول كل ضلع فيهم حوالي 1500 كيلومتر. مكانه بالتحديد في المحيط الاطلسي، وبيتحدد بثلاث نقط: فلوريدا، برمودا، بورتريكو. والثلاث نقط دي مرتبطة ببعض بمسافة متساوية حوالي 1500 كيلومتر، وده بيخلي مساحة المثلث 1,000,000 كيلومتر مربع. ومثلث برمودا اتسمى بالاسم ده تيمنا لجزر برمودا البريطانية المكونة من 300 جزيرة. ولو شفت مثلث برمودا على الخريطة هتحس انه منطقة مائية عادية جدا، لكن الحقيقة غير كده خالص. المثلث ده بتدور حواليه حكايات واساطير كتيرة جدا، وكلها مرعبة وغامضة ومش مفهومة. بدأ مثلث برمودا سنة 1492، يعني من حوالي 600 سنة تقريبا، من عند أبحر الرحالة الإيطالي كولومبوس. وصل كولومبوس لأقرب نقطة من المنطقة دي، وأول لما قرب منها لاحظ حاجة غريبة بتحصل في البوصلة بتاعته، كانت بتتحرك بطريقة غريبة ومش منتظمة، وسجل ده في مذكراته. ودي كانت أول الأحداث لمثلث برمودا. ونيجي لسنة 1814 وتختفي سفينة كان عليها بنت نائب رئيس الولايات المتحدة سيودوسيا بوراليستو، والرأي العام كان مقلوب وقتها، والسلطات الأمريكية قالت إن في احتمالين لاختفاء السفينة: الاحتمال الأول مثلث برمودا، والاحتمال الثاني القراصنة، ومحدش يعرف عنها حاجة حتى الآن. وتيجي سنة 1824 وتختفي المدمرة الأمريكية USS وايلد كات، وكان عليها 14 شخص في طريق رحلتها من كوبا لجزر طامبجان. لكن ما تمش اكتشاف مثلث برمودا رسميا إلا بعد 350 سنة تقريبا، بالتحديد سنة 1840 بحادثة اتعرفت باسم روزالي الفرنسية. طيب ايه اللي حصل مع السفينة روزالي؟ انها اختفت فجأة اثناء مرورها من منطقة مثلث برمودا، وبعد عدة اشهر من البحث المستمر قدروا يوصلوا لها، ولكن بعيدا عن المكان تماما، وما لقيوش اي اثر للطاقم اللي كان على السفينة. ومن الحوادث المشهورة كمان حادثة اختفاء السفينة ماري سيليست سنة 1872، واللي كان على السفينة أمهر البحارة وأكثرهم خبرة في عالم البحار والمحيطات. ونفس القصة، بعد شهر من اختفائها قدروا يوصلوا لها، ولكن ما لقيوش أي أثر للطاقم اللي كان على السفينة. وخلال فترة الحرب العالمية الأولى سنة 1918 4 مارس بالتحديد تختفي ناقلة الفحم USS سايكلوبس، ودي تعتبر من أكثر الحوادث اللي خسرت فيها أمريكا أرواح بشرية في مثلث برمودا. والسفينة العملاقة دي اختفت بكامل طاقمها بدون سابق انذار، والغريب في الموضوع ان اخر رسالة سجلها القبطان ان الطقس جيد وكل شيء تحت السيطرة، ولكن بعدها تختفي السفينة بشكل مفاجئ وغامض، وكان عليها 306 راكب اختفوا ملهمش اي اثر او دليل يفسر اللي حصل معاهم، وكأن البحر انشق وبلعهم. وده طبعا خلى كلام كتير واساطير اكتر بتدور حول المكان، زي ان في كائن بحري ضخم بلع السفينة، وناس بتقول ان كائنات فضائية خطفتها، وناس تانية بتقول انها تعرضت للاعتداء اثناء الحرب. ولحد هنا ما كانش العالم واخد الموضوع بجدية، يعني مكانه بتغرق في السفن مش غريبة، لحد ما نيجي ل5 ديسمبر عام 1945، ومن هنا بدأ العالم يركز وياخد الموضوع بجدية، خصوصا انه ما بقاش اختفاء سفن وبس، لا ده بقى اختفاء طائرات كمان، لما فقدت الرحلة 19 5 قاذفات قنابل جوية من طراز TBF التابعة للبحرية الأمريكية بشكل غامض. والرحلة 19 كانت في مهمة تدريبية روتينية، واختفت معاهم برضو طيارة إنقاذ كانت مهمتها إنها تدور على ال5 طيارات المفقودين. ال6 طيارات اختفوا وجواهم 27 شخص اختفوا ملهمش اي اثر وكأنهم ما طلعوش اصلا. جميع افراد الطائرات الاربعة كانوا عديم الخبرة لانهم كانوا لسه طلبة وبيتدربوا، وكان بيقودهم الملازم اول تشارلز تايلر. واتقال ان تايلور ما كانش في قمة ادائه في اليوم ده،
لأنه كان بيعاني من الصداع من شرب الكحول. كانوا الأربع طيارات بيمشوا ورا طيارة تايلور لأنه القائد بتاعهم والأكثر خبرة فيهم وبيعتمدوا عليه في كل التوجيهات. وبعد فترة من الطيران تعطلت بوصلة تايلور ولكنه كابر ورفض يقول وقرر الاستمرار في الطيران. وبعد شوية دخلوا ال5 طيارات في عاصفة وأصبح الاتصال بالقاعدة صعب والإرسال ما كانش واضح، إلى أن تايلور كابر ورفض للمرة الثانية إنه يحول نفسه لموجة الطوارئ واللي هتسمح له انه يتكلم بصورة اوضح لانها ما بتعانيش من ضغط الارسال عليها. وتايلور اعتقد انهم فوق خليج المكسيك وامر الاربع طيارات اللي معاه انهم يتجهوا شرقا على يقين انهم يلاقوا يابسة، ولكن اللي حصل معاهم انهم كانوا على اطراف الاطلسي. وفضل تايلور يقود الطلاب بشكل خاطئ اعتقادا منه انهم فوق خليج المكسيك. وبعد اختفاء الرحلة 19 تم ارسال طيارة انقاذ واختفت هي كمان، وبكده يبقوا اختفوا ال6 طيارات. وفضلت الرحلة 19 لغز محير العالم لحد سنة 1991. ووجدت شركة إنقاذ كانت بتدور على بقايا سفن أسبانية، بقايا 5 قاذفات زرقاء، واعتقدوا إنهم بقايا الرحلة 19. وبعد شوية والسبب مجهول تراجعت شركة الإنقاذ عن الاكتشاف وقالت إن البقايا مش للرحلة 19 منهم لرحلة مفقودة تانية. بس حابب أعرفك إن ما ظهرش أي تسجيل رسمي بيقول تحطم 5 طائرات من نفس الطراز في نفس المكان. تعال أعرفك على بعض الأساطير اللي اتقالت عن مثلث برمودا. الأسطورة الأولى ودي اللي بتقول إن مدينة أطلانتس المفقودة موجودة في قاع مثلث برمودا، وده الأمر اللي أثبتته بعض الاكتشافات. الأسطورة بتقول إن أهرامات المدينة الأسطورية بتنتج طاقة هائلة بتقدر تبلع السفن والطيارات. واتقال كمان إن الأهرامات دي كانوا بيستخدموها سكان مدينة أطلانتس لإنتاج الطاقة. وفي ناس بتقول إن الأهرامات دي هي بوابات زمنية بتنقل السفن والطيارات لمكان مجهول. حابب أقول لك هنعمل حلقة عن المدينة دي في الفترة اللي جاية إن شاء الله. الأسطورة الثانية ودي بتقول إن جزيرة الشيطان موجودة في قاع مثلث برمودا، وإن إبليس والشياطين هم السبب في الاختفاء اللي بيحصل. الأسطورة الثالثة ودي لأصحابنا اللي مصدقين وجود الكائنات الفضائية، بتقول إن منطقة مثلث برمودا ومحيطها الجوي مركز لدخول الكائنات الفضائية والخروج منه بكل سهولة، وإن هي السبب في الاختفاء اللي بيحصل للسفن والطيارات. كل اللي قلته ده عبارة عن أساطير وحكايات الناس بتقولها ملهاش أي إثبات أو دليل. نيجي للجزء العلمي عن مثلث برمودا. مساحة المثلث تعتبر من أكثر المساحات ازدحاما يوميا بالسفن، على عكس ما كنا فاكرين إن المكان محدش بيهوب ناحيته. ومن المعلومات اللي قالوها العلماء إن المنطقة دي بتكون عارضة للعواصف دايما، إن مثلث برمودا معرض ل3 نطاقات ممكن يتجمع منهم عواصف: خط الاستواء، شرق المحيط الأطلسي، المكسيك. ولما بتحصل العواصف بينتج عنها أمواج عالية جدا بيوصل ارتفاعها لحوالي 15 متر. والعلماء اكتشفوا عدد كبير من الأهرامات الحجرية تحت مثلث برمودا، ولما جمعوا مجموعة من العينات الحجرية قدروا يحددوا إن الأهرامات دي اتبنت قبل 200 ألف سنة واختفت بالمية تماما من حوالي 50 ألف سنة بس. واكتشفوا حاجة كمان، وصلوا لحفر ضخمة جدا في قاع المحيط الأطلسي بالقرب من مثلث برمودا بينبعث عنها غاز الميثان، وبيقولوا كمان إن هو السبب في غرق السفن واختفاء الطائرات كمان. تعالوا نفهم ازاي. الدراسات العلمية أثبتت إن فقاعات غاز الميثان قادرة على إغراق سفينة ضخمة بأكملها نتيجة انخفاض كثافة المياه اللي بتسبب ليها غاز الميثان. انبعاث الغاز من الحفر دي بيؤدي إلى ارتفاع درجة مياه المحيط، وبالتالي بتخسر نسبة كبيرة من كثافتها، وده بيؤدي إلى إغراق السفن. السؤال اللي محيرك هنا، السفن وبتغرق بسبب غاز الميثان، طيب ايه السبب في اختفاء الطيارات؟ هنا هاخدك لاكتشاف تاني مجموعة من العلماء اكتشفوه من الصور الفضائية اللي تم التقاطها لمثلث برمودا. اكدت ان طبيعة الغيوم اللي فوق مثلث برمودا هي السبب في اختفاء الطيارات، لان الغيوم دي بتؤدي دور القنابل الجوية اللي بتتفاعل مع بعض وبتعمل دوامات هوائية قادرة على ابتلاع الطيارات وتحطيمها كمان. بس حابب اقول لك ان النظريات دي معقدة ولو فكرت فيها هتشتت عقلك، فخليني اقول لك بعد كل الكلام العلمي ده ان مفيش مثلث برمودا ولا حتى مثلث الشيطان، لان لو جينا نحسب حسابيا عدد الحوادث اللي بتحصل في مثلث برمودا مع مكان تاني هنلاقي ان الاعداد متقاربة جدا، بل العكس، في اماكن عدد الحوادث فيها اكتر بكتير من مثلث برمودا. ده غير ان بعض الاحداث ملهاش علاقة بالمكان اصلا، لكن الناس بتربطها بالمكان وخلاص، وان الاخطاء البشرية هي السبب في كل الحوادث اللي بتحصل، وانه مجرد مكان وبتحصل فيه حوادث مش غريب، لكن الناس بتربطها بالمكان
كمان بسبب الشهرة اللي اكتسبها من الاساطير اللي بتتقال عليه. وبس كده، دي كانت كل حاجة عن مثلث برمودا، وبكده يبقى انتهت حلقة النهاردة. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بكل جديد، ويا ريت تكتبوا لنا ارائكم في الكومنتات والمواضيع اللي حابين نتكلم عنها الفترة اللي جاية. وبس كده، كان معاكم طه.